شفت الصورة دي؟ طب شفت الصورة دي كمان، ركزت في التفاصيل بتاعتها، دخلت جوه الدواير الصغيرة اللي جوه الدواير الكبيرة، بس صورة حلوة. هقول لكم اتعملت ازاي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين، أخباركم ايه؟ معكم محمد طارق. أنا جيت لقيت حتة كرتونة زي اللي انتوا شايفينها دي، قلت ما نستخدمها في حاجة حلوة ونطلع منها لوحة فنية. وزي ما انتوا شايفين جبنا الأسود وقعدنا ايه نحط على الكرتونة بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي، بحيث ان الكرتونة تتشبع كويس بالبوهية اللي لونها اسود. وانت بتتفرج على الفيديو صلي على النبي عشان تستفادوا على ما الفيديو يخلص، وتفرجوا عليه براحتكم. ولو مش عاملين لي اشتراك اول مرة تشوفوا القناة، اعملوا لي اشتراك وصلوا على النبي في الكومنتات برضو، خلينا نستفاد معاكم. ولايك على الفيديو ده وفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. وبعد ما فردنا اللون الاسود جبنا بقى اللون الاحمر وقعدنا نقطع عليه بالشكل ده. اهم حاجة محتاج رأيكم في الكومنتات، كل واحد شاف الفيديو او كل واحد شاف الفيديو من حبايبي الموجودين هنا يقول رأيه في الفيديو بأمانة. وبعد كده جبنا الابيض هنقطع بيه برضو. ممكن تعمل على جدار كبير جدا جنب كامل في قلب البيت بالشكل ده، شكله جميل جدا، طلع شبه الجرانيت الأحمر، الرخام الأحمر اللي هو طالع من قلب الجبل. وبعد ما بنطرطش عليها باللون الأبيض كده حط عليها رصاصي مخفف اللي هو هيبقى عليه تونر كتير. شوفوا وصلنا لحد فين دلوقتي. كده نجيب أسمر تاني ونحط أسمر. هي كانت محتاجة لون أصفر كمان وكانت هتبقى حاجة تانية. هنا بقى كده هتبدأ تبان التفاصيل بتاعتها أكتر والمحاور بتاعتها أكتر. شايفين بقت عاملة ازاي؟ دي الرسومات اللي بتلاقوها في المعارض اللي محطوطة برا في أوروبا وكده الشكل النهائي بتاعها هينزل لكم حالا، وبكده نكون خلصناها. ايه رأيكم؟